دوري الأبطال صعب وصعب جدا. يا ذات الأذنين في هذه الليلة دوري الأبطال صعب جدا، الأبطال صعب جدا جدا. لكن في لعيبة سهلت الأمور كلها وقدرت إن هي في دوري أبطال أوروبا تكتب تاريخ من ذهب. أكتر 5 لعيبة سجلوا في دوري أبطال أوروبا وكانت هوايتهم المفضلة تمزيق شباك الخصوم في دوري أبطال أوروبا، البطولة الأمجد والأعظم في العالم. البحث عن كرة بتمرير على داخل منطقة الجزاء. هات كوباية نسكافيه كده وتعالى على السريع يا حبيب أخوك عشان أقول لك أكتر 5 لعيبة سجلوا في دوري أبطال أوروبا، وما تعمليش بقى فتك وتقول إن أنت عارفهم، عشان أنا أصلا اتفاجئت بالمركز الرابع عشان كان بعيد جدا وقدر يشتغل على نفسه في السنوات الأخيرة وحط نفسه في المركز الرابع. قبل ما نبدأ يا ريت كلنا ننزل في التعليقات ونصلي على العشرة في خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانزل اشترك في القناة. جسمك صغير ولا ايه اللي منعك عشان تشترك في العظمه دي؟ انزل يا جدع اشترك واضرب اللايك. المركز الاول وهو نمبر 1 هو CR7 كريستيانو رونالدو، رغم غيابه عن دوري الابطال السنه دي عشان انتقاله للنصر السعودي، الا ان هو في القمه ما زال في دوري ابطال اوروبا. كارفاخال خطيره يا رونالدو يا كريستيانو يا كبير، بتسجيله 140 هدف في 183 مباراه، وحصل على 7 مرات هداف دوري ابطال اوروبا، فهو سيد البطوله. اما بقى في المركز الثاني وهو الممتع للعين البشريه هو الفضائي ليونيل ميسي. عندك المجال ميسي ورا رونالدو في كل حاجه، لكن رونالدو على القمه في دوري الابطال. ميسي حصل على المركز الثاني بعد ما سجل 129 هدف في 163 مباراه، وحصل على هداف دوري ابطال اوروبا 6 مرات خلف الدون كريستيانو رونالدو. اما بقى المركز الثالث وهو سفاح المهاجمين، قناص بدماغه ماشي، برجله اليمين ماشي، برجله الشمال ماشي، كان مدمر الدنيا مع بايرن ميونخ وقدر يعمل عظمه مع بايرن ميونخ، وحتى بعد انتقاله لبرشلونه قدر يعمل عظمه، لكن خرج من دوري ابطال اوروبا مع برشلونه في دور المجموعات، وهو روبرت ليفاندوسكي الديناميت. الى سيرجيو روبرتو يلعبها الى روبرت ليفاندوسكي يسدد. قدر ان هو في دوري ابطال اوروبا يسجل 91 هدف في 111 مباراه، والغريب ان هو المركز الثالث ما بينه وما بين المركز الرابع هدف واحد بس يفصل المركز الثالث عن المركز الرابع. في المركز الرابع بقى ده حكايته حكايه تاني، من لاعب اصلا المفروض يرحل عن النادي والجماهير بتطلب برحيله، ولاعب مهمش ولاعب غير موفق تماما، الى افضل لاعب وحصل على الكره الذهبيه في السنوات الاخيره، ومن 3-4 سنين بالظبط كان بعيد عن افضل 5 لاعبين سجلوا في دوري ابطال اوروبا، اللي هو اثبت نفسه في السنوات الاخيره وحط نفسه في المركز الرابع، فرق بينه وبين المركز الثالث هدف واحد بس، وهو الحكومه البنز. جنود خطيره فينيسيوس وبنزيما وجول. كريم بنزيما مسجل 90 هدف في 152 مباراه، وفرق بينه وبين روبرت ليفاندوسكي اللي في المركز الثالث هدف وحيد بس. اما بقى في المركز الخامس وهو راؤول مسجل 71 هدف في 142 مباراه، فهل كريم بنزيما قادر يتخطى ليفاندوسكي الفرق ما بينهم وما بين بعض هدف، ولا ليفاندوسكي في دوري الابطال السنه الجايه هيتعاملق مع برشلونه ويبتعد عن كريم بنزيما؟ انزل قول لي في التعليقات.